السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير إن شاء الله. في هذا الفيديو غنقدموا شرح مفصل ومبسط على مواعيد الامتحانات والإعلان عن النتائج بالنسبة لجميع المستويات الدراسية، سواء سادس ابتدائي، الثالثة إعدادي، الامتحان الجهوي، الامتحان الوطني للبكالوريا، وكذلك بالنسبة للمترشحين الأحرار، باش تكون الصورة واضحة وما يبقاش أي لبس عند التلاميذ ولا عند الآباء. غنبداو بالسادس ابتدائي. الامتحان الموحد المحلي داز نهار 20 و 21 يناير 2026، ودابا الدور على الامتحان الموحد الإقليمي اللي غادي يتدار نهار 26 و 27 يونيو. هاد الامتحان كيشمل المواد الأساسية، وكل مادة عندها توقيت محدد وعدد ساعات معين، وكيتم التنظيم ديالو حسب المذكرات الرسمية المعتمدة. من بعد نمشيو للثالثة إعدادي، السنة التاسعة. بالنسبة لهذا المستوى الامتحان المحلي راه داز، حتى هو داز نهار 20 و 21 يناير 2026، وباقي غير الامتحان الجهوي اللي غادي يكون نهار 24 و 25 يونيو. ومن بعد إجراء الامتحانات كيتداروا المجالس اللي كيتناقش فيها مستوى التلاميذ والنتائج المحصل عليها، وكيتم فيها تحديد الناجحين واللي غيدوزوا الاستدراكي، والنتائج النهائية غادي يتم الإعلان عنها نهار 4 يوليوز. وكل مادة كتدوز في واحد التوقيت محدد حسب الجدول الرسمي. بالنسبة دابا للامتحان الجهوي الموحد ديال المتمدرسين، الدورة العادية غادي تدار نهار 1 و 2 يونيو، وهنا التلاميذ كيجتازوا الامتحانات ديال المواد المقررة عليهم حسب الشعبة والمسلك. والدورة الاستدراكية غادي تكون نهار 29 و 30 يونيو بالنسبة للي ما وافقوش في الدورة العادية، وبعدها كيتداروا المداولات نهار 8 يوليوز، وهي المرحلة اللي كيتحددوا فيها النتائج النهائية، وكيتم الإعلان الرسمي عن النتائج نهار 9 يوليوز. أما الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا فهو أهم محطة دراسية بالنسبة للتلاميذ، والدورة العادية ديالو غادي تدار نهار 4 و 5 و 6 يونيو، وكل شعبة عندها المواد ديالها وعدد ساعات خاص بكل مادة. وبعد تصحيح الأوراق كيتداروا المداولات، وكيتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية نهار 17 يونيو. وبالنسبة للتلاميذ اللي ما حالفهمش الحظ في الدورة العادية، فالدورة الاستدراكية غادي تكون نهار 2 و 3 و 4 يوليوز، والنتائج ديالها غادي يتم الإعلان عنها نهار 11 يوليوز. وفيما يخص المترشحين الأحرار سواء في الامتحان الجهوي أو الامتحان الوطني، فالمواعيد ديالهم هي نفسها ديال المتمدرسين، وكيجتازوا الامتحانات وفق نفس التنظيم ونفس البرمجة الزمنية المعتمدة رسمياً، مع احترام جميع الإجراءات التنظيمية المعمول بها. في الأخير خاص جميع التلاميذ يستعدوا مزيان لهذه المرحلة، وينظموا وقت المراجعة ديالهم، ويركزوا على المواد الأساسية، ويتفادوا التوتر والضغط الزائد، لأن الاستعداد النفسي حتى هو عنصر مهم في النجاح. وكنتمنى التوفيق والنجاح للجميع، والله يسهل على كل واحد ويفرحوا بنتائج مزيانة إن شاء الله.